السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب ان شاء الله تكونوا بخير. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. النهارده هعمل معاكم حاجة حلوة كده وجميلة، يعني بتقضينا كده من السنة للسنة، يعني من السنة للسنة، بس طبعا من موسم لموسم. الطماطم بقى رخصت خالص، تقريبا ب4 جنيه ونص. دي موسم انك تخزني كده رمضان وبعد رمضان على حسب ما انت هتخزني كام كيلو او كده. فاحنا رحنا بقى كده جبنا يعني قفص او بلة يعني بتاعت طماطم، تبقى مثلا 25 كيلو مثلا ولا حاجة. بتبقى ارخص، يعني بتبقى من الوكالة، بتبقى ارخص من بره بكتير. المهم وقف عليا الكيلو ب4 جنيه ونص، طبعا كويس جدا. يعني بدل ما تجيبيها من السوق ب10 جنيه، لا، او ب5 او كيلو ونص او كيلو وربع، لا هتجيبيها كيلو ب4.5 جنيه، ب4.5 يعني. تمام. هتجيبي بقى بيتو، يا اما بيتو يا اما صعيدي، او ايوه صعيدي باين، او حاجه شغل كده. بس طبعا البيتو الحمراء احسن حاجه في الصلصه وكده. المهم كان عندي برضو شويه كده، كنت حطاهم في الفريزر كده صحيين، حطيتهم برضو عليهم وكده. جبت بقى حله كبيره على قد اللي انا هعمله. انا عملتهم على مرتين مش مره واحده. فعلى قد ما اعمله بقى وكده، فحطيت اهوت. قطعتهم طبعا، قطعت الطماطم طبعا كده معاكم. وسر تحميرة الصلصة اللي هي بنجرية حلوة كبيرة كده، قطعها 3 قطع كده او قطع صغيرة زي ما انت حابة. دي ما شاء الله مفيدة طبعا، احنا عارفين ان البنجر مفيد جدا جدا جدا. فطبعا الاولاد مش بيحبوا، فطبعا هنحط هنستغل ان هو بيحمر الطماطم معانا، وهنستغل برضو الفايدة بتاعته. طبعا الاطفال واولادكم كده مش هيعرفوا اصلا ان انت حاطه في الصلصة البنجر. المهم حطيت بقى كل هوت، وعليت بقى النار قوي. سخنت الحلة وحطيت عليها هوت، وعليت النار وبظبطه كده معايا. طبعا اللي فوق دولت مكانوش متقطعين معايا، لان كنت حطاهم في الفريزر، سبتهم اما يفكوا شويه صغننين وحطيتهم كده معايا. فعشان بقى اسلوبها احاول بس كده اكسرهم تكسير بسيط كده، او اقطعهم كده. المهم زي ما انتم شايفين كده بدأ بقى يستوي معايا. المية هي لما تقل شويه بقى والطماطم تنزل كده، هقوم طافيه عليها على طول. لسه النار. انا دلوقتي كنت مهديه بس لان كنت بعمل حاجه يعني وهديت. بس المفروض بقى لحد ما تنشف يبقى النار عاليه عليها، او وسط كده. خلاص هي دخلت على السوا خلاص، والميه بتقل خالص. خلاص اهو يا حبايبي، يعني اصلا الطماطميه استوت خالص معاكي. هبوريكم اهو يا حبايبي، ما شاء الله. ما تقلقيش من الميه دي، انا ما حطيتش ميه ولا نقطه ميه اصلا على الصلصه دي، نازله كلها من الطماطم. اهو البنجر استلق معايا اهوت يا جماعه، هوريهولكوا اهو ما شاء الله بيستوي طبعا زي الطماطم بالظبط، يعني ما شاء الله. وانا ما حطيتش ميه خالص يا جماعه خالص على الصلصه، فدي ميه نازله اصلا من الطماطم، فما تقلقيش منها خالص. هي بس هتتشرب بس كده، يعني هتقل بس شويه كده وخلاص. طبعا اوقات بيوصل الطماطم 15 جنيه 20 جنيه كمان. فانت استغلي بقى ان انت الوقت اللي يكون فيه الطماطم رخيصه، هاتي وخزني في الفريزر، مفيش مشكله منها خالص، من غير حاجه تحفظ ولا اي حاجه. يعني ما شاء الله هتعملي بس زي ما انا عملتها كده. انا ما حطيتش اي حاجه، هي البنجر والطماطم بس هتستوي وهتشوفوا معايا هنعمل ايه وخلاص. احسن ما تجيبي، يعني كفايه ان احنا نجيب للاكل بس كده، ويبقى طبعا الحاجه عندك في البيت متوفره وكده. لو هتعملي كيس مكرونه، لو هتعملي مثلا طبيخ، اي حاجه هيبقى متوفر عندك الصلصه، مش هتبقي قلقانه منها ولا حاجه. خلاص اهو يا جماعه نشفت خالص، هي كده انا عايزاها كده بالظبط. خلاص الميه بتاعتها بص تقلت، يعني حمرا.
اللي هو خلاص مش مسلسله كده، لا تبقى حلوه. ومش هتبان طبعا لما نفرم الطماطم في الخلاط ولا حاجه. شايفين يا جماعه؟ والله حمرا خالص فعلا، التصوير ظالمها. بعدين يا حبايبي اهوت خلاص انا بوريكم بس. وطبعا البنجر زي ما قلت لكم ان هو طيب خالص. زي ما هنطفي بقى النار خالص ونسيبها عشان الطماطم تهدى معانا خالص كده وتبرد. هنقوم خلطينها على طول، بس اما تبرد اهم حاجه، اهم خطوه اما تبرد بعدين نبقى نضربها. خلاص اهي يا جماعه، خلاص هدت معايا وبردت. خلاط بقى كده وتخلطي براحتك كده الكميه كلها. لو انت جبت القفص كله كامل كده 25 كيلو او كده، اعمليه على مرتين. افرديه بس كده على بتاع قماشه او ملايه او كده قديمه، وافرديها عادي. وتاني يوم او تالت يوم اعمليه، مش هيبوظ ولا هيحصل له اي حاجه. خلاص انا كده بقى خلاص ضربت الكميه. يعني اضرب مثلا خلاط شفشق وبعدين اكمل بقى شفشق وبعدين اكمل. طبعا مش هضرب الكميه مره واحده يعني في الخلاط. جبت اهوت مصفى يا جماعه، وهنزل بقى بالشفشق اللي انا عملته. تعملي بايدك، تعملي برجلك، تعملي باي حاجه، بمعلقه تهزيها كده. اهم حاجه تصفي الصلصه، على ان فيها بيبقى تفل وفيها بيبقى بذر. فطبعا مش مستحب يعني ان انت تسيبيه في الصلصه. يعني انت البذر ده بيبقى مش حلو، مش لطيف يعني في الاكل. وطبعا البتاع التفل برضو ده مش مستحب برضو في الاكل. فانت هتعملي كده زي ما انا بعمل كده، وهتدعيلي بجد. يعني دلوقتي الطماطم رخيصه، فانت استغلي بقى رخص الطماطم كده عشان يبقى عندك صلصه للطبيخ. اما بقى الاكل فاحنا ممكن نجيب كيلو بكيلو عادي بقى كده كل اسبوع، على حسب يعني استعمالك انت في الطماطم في الاكل وكده. السلطه اكل كده مقطع زي ما تحبي وكده. بس اهم حاجه تعملي حاجه كده عندك موجوده، عشان برضو يعني حرام نجيب مثلا الكيلو مثلا ب15-20 جنيه علشان بس نعمله للطبيخ. فانتي لما ترخص تقومي عامله الموضوع ده، فعلا بيوفر معاكي فلوس، بيوفر معاكي كل حاجه. البتاع انا جايباها 25 كيلو ب150 جنيه تقريبا، 135 في الحدود دي، عشان في مشال والكلام ده. فانت 100 قولي 140 قولي 150 جنيه هتوفر معاكي كتير جدا. وطبعا يعني هيقضيكي كتير يعني حسب استعمالك طبعا، بس هيقضيكي كتير يعني. القفص ده هيقضيكي كتير قوي. فانت كل موسم طماطم ترخص فيه تجري على طول تعملي الموضوع ده. شايفين يا جماعه ده كل الكميه كلها بعد ما اتصفت، ما شاء الله ما شاء الله، لا حول ولا قوه الا بالله. جميله جدا جميله جدا جميله جدا. طبعا في ناس بيعملوها في برطمانات، في ناس على حسب ما انت. فانا بجيب اكياس بقى لبن كده كيلو، اكياس كده كيلو بتاع التلاجة. زي ما انت شايفين هتحطي الكميه اللي انت حباها. يعني انت مثلا عايزه مثلا على قد طبخه واحده وانت عارفه انت اسرتك قد ايه، تمام. عايزه مثلا تطلعي وتبقي تكسري منها حته وتدخليها تاني، تمام. انت يعني الاختيار معاك انت. دي الكميه يا جماعه اللي عملتها. وطبعا عملت بعد كده كم مره، عملت كده بعد كده كم مره، وبيقضيني كتير قوي. دي بس كميه بسيطه، يعتبر 6-7 كيلو بس او اقل. ويا رب يعجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.